السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم حسن من قناة ألفا تايلور. النهاردة عايز أشرح لكم الفكرة بتاعت العباية ديت. في حد بعت لي الصورة بتاعتها وقال لي هننفذها إزاي. هي عباية عادية خالص بحزام فيها خط من النص من هنا، وفي هنا السكارف ده متخيط فيها خياطة، ففي كسر هنا اهي، وكمان هو متخيط في الكتف من هنا. والفكرة حاولت أشرحها شفوي كده فما جتش معاه، فقلت نشرحها عملي على الباترون. طبعا الدرس ده مش للمبتدئين مش للمحترفين، هو لحد بيعرف يعني يعمل باترون كويس، يعني بيعمل باترون يشتغل بيه، يعني مش باترون صعب يعني. طيب دي عباية، هي ده الفرونت اللي هو الصدر بتاعها، الجزء الأمامي حسب ما بنسميه ايه. لو هنعمل خياطة في النص مش هيبقى قطعة واحدة، هيبقى قطعتين. لو مش هنعمل خياطة في النص هنعملها واسعة زي ما أنا عاملها كده. معظم البنات بيحبوها واسعة كده، ده الوسط بتاعها اهو. فخلاص يعني ده الصدر بتاع العباية كامل اهو، وده السكارف اللي كان راكب هناك، أو قطعة القماش لو انت جبتيها بقى ايه، قطعة قماش لوحديها. تمام، هنقصها بعرض الطوب، هيبقى طولها كده حوالي 150 سنتي أو حسب عرض الطوب، وهنجيبها كده نكسرها. هتكسريها الأول كده زي كده، تمام. يعني يستحسن تعملي الكسر دي الأول، أسهل طريقة دي، تمام. وبعد ما نكسرها هنجيبها نحطها هنا كده. طب هتبدأ منين؟ هنبص تاني للصورة برضو. هنا ده آخر الجيرو اللي هو عند آخر الصدر يعتبر، فده آخر الجيرو قصاد آخر الجيرو، أو رفعنا الكم كده ده آخر الجيرو، تمام. فأهو أدي هنا آخر الجيرو أهو، حطينا السكارف عليه كده. خلينا نكبر بس الصورة أهو. هنحط الصورة السكارف بتاعنا هنا كده، وبس حضرتك هتقومي مقورة الحتة دي كده. يعني خلاص كده السكارف ده كده لو احنا قلنا عليه مثلا بعد التكسير، بعد ما نكسره هيبقى قد ايه، هنقول له كده بعد ما نعمل كسر، يعني سوري في الكلمة انا ايه بتكلم بسرعة. تمام، هيصغر، هيبقى الجزء ده منه كده. يعني انا هكسره اخليه على قد الايه، على قد الكتف. فحضرتك هتقص ده كده، هتقص الجزء ده كده اهو، اهو اللي انا ماشي قصاد منه، وهتقص الجزء ده كده. يعني انت خلي الكسر بتاعتك تبقى ايه، بعلو الكتف كده اهو. هنخلي مثلا الكسر بعلو الكتف هنا كده، يعني لما يتلم يبقى ايه مدينا خط كده اه، تمام. يبقى ده مثلا كده المساحة بتاعت السكارف بتاعنا هنا، المنطقة دي من أول هنا لهنا. يعني هو هيبقى كبير كده، احنا هنكسر نعمل كسر 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 كده اهو، كسر كسر كده. طبعا الكسر على البرنامج مش بتتعمل كده خالص يعني، تمام. بس احنا يعني ايه بنشرح الأمر بطريقة بلدي شوية، تمام كده. هنعمل كسر كسر لحد ما يتلم يبقى بعلو الكتف. طبعا هو متخيط في الكتف الحديد هنا بس، مش متخيط بكامل الكتف، لا هو متخيط في الكتف الحديد هنا. فكل اللي حضرتك هتعمليه هتقوري الجزء ده كده. يعني نشيل العباية بعد ما تتقص ونحطها على السكارف، وممكن كمان نخيط الأول. يعني ممكن نحطها كده ونروح مثبتين بخياطة من هنا كده كده، تمام اهو. خياطة كده عرض الدواسة كده اهو، مثبتينها كده اهو، وخياطة تانية كده من هنا كده لحد نص الكتف مثلا اه. وبعدين نقور الجزء ده على العباية من بره كده، وتقدري تكملي خياطتك عادي بعديها، مفيش أي مشكلة خالص. والياقة بتتعمل عادي. يعني لو شلنا السكارف ده كده بعدناه الجنب التاني، يعني لو شلناه قلبناه كده هتلاقي الياقة عادية والظهر عادي ومعادش فيه أي مشكلة. بس دي كانت كل الفكرة للدرس بتاع النهاردة، درس بسيط خالص في 4 5 دقايق اهو. كل سنة وانتم طيبين، رمضان قرب، دعواتكم لينا بقى إن شاء الله. ويعني حاولوا تساعدوني كده ان الواحد يستمر، لان انا ما عدتش بفتح القناه خالص والله، بسبب ان انا شايف الناس مش مهتمه. انا بحاول اقدم محتوى مجاني
في معلومة مفيدة، في حاجات. يعني بحاول اجتهد معاكم، ولكن بسبب رد الفعل بتاع الناس القليل فيديوهات ما بتتشافش، فحاسس ان انا تعب نفسي على الفاضي. فبس يعني كل سنة وانتم طيبين.